رؤية تشعل النار في المنزل الذي تعيش فيه مع كل ذكريات والدها متين. يمن علي يتجاهل حياته ليضمن تمسكها بالحياة، لكن رؤيا انقلبت الآن ضده وضد والدتها شيبنام، تحاول الهروب من كل شخص تعتقد أنه يسبب هذا الكابوس. الشخص الذي يمد يد المساعدة لرؤيا في هذا الهروب هو شخص لم يتوقعه أحد، البرية الموجودة داخل يمن علي على وشك الظهور مرة أخرى بينما تبتعد رؤيا عنه أكثر فأكثر. سرحان الذي تمت تبرئته من جريمة القتل مصمم على استعادة أطفاله، لكن الأطفال ليسوا مستعدين لمسامحته. بادئ ذي بدء جميع الترتيبات التي قام بها أشرف قبل وفاته تركت سرحان مفلسا. سرحان الذي يغرق بسرعة إلى القاع يعانق الثعبان أخيرا في حالة من اليأس. مع اقتراب في عيد الحب يوم 14 فبراير يحاول آلاز أن يكون له رأي في حياة آسي. سوف ترسم آسي مسارا جديدا تماما لنفسها من خلال الظهور على خشبة المسرح في مكان تولغا، لكن قلب آلاز ليس سعيدا بهذا. ما حدث في عيد الحب يظهر أن أوزجي وجوفين على وشك اتخاذ قرار. يواجه جوفين السؤال الذي يخشاه أكثر من غيره، فهل سيتعين عليه الاختيار بين المرأتين اللتين يحبهما؟ يمان يعطي ورقة الطلاق لسرحان، وعرفنا كونيتو. أخيرا تتلجي يمان لما حكى مع سرحان، ما كان مضروب بس لما كان مع أولاده كان مضروب. أعتقد خلى حدا يضربه. ممكن يقول يمان عمل فيني هيك مشان يكسب تعاطفهم أوزجي ونسليهان وغوفين. تعقدت الأمور بينهم. يمان ضرب دينيز يمكن بسبب غيرته على رؤيا، أما شبنام هتحس بندم كبير على اللي عملته في متين، وهتروح عند قبره وتبكي بندم وحسره بعد ما فقدت متين وغضبت منها. رواية اللي مش ممكن تسامحها على موت أبوها، لا هي ولا إيمان هتتجاهله وهتحمله الذنب. ما تنساش اللايك والاشتراك.